الإعلان في 11 من أكتوبر عام 2025 عن منح جائزة نوبل للسلام لماريا كورينا ماتشادو أثار موجات من عدم التصديق والغضب في جميع أنحاء العالم. حسناً، لجنة نوبل في إعلانها الرسمي أثنت عليها لعملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا. هذه الرواية ومع ذلك تتجاهل عن قصد حقيقة أكثر إزعاجاً بكثير. إنها ترسم صورة مبسطة لبطلة ديمقراطية متجاهلة التحالفات السياسية المعقدة والمدمرة التي تحدد مسيرتها المهنية. قرار منح هذا الشرف المرموق يثير تساؤلات عميقة حول نزاهة الجائزة نفسها، وما إذا كانت قد تحولت إلى مجرد أداة للمصالح الجيوسياسية الغربية بدلاً من أن تكون اعترافاً حقيقياً بصنع السلام. هذه ليست مجرد حالة اختيار مثير للجدل، إنها تناقض أساسي للمبادئ التي قصد ألفريد نوبل الدفاع عنها. تهدف الجائزة إلى تكريم أولئك الذين قاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للأخوة بين الأمم لإلغاء أو تقليل الجيوش الدائمة ولعقد وتعزيز مؤتمرات السلام. أحد أقوى الاتهامات ضد ادعاء ماريا كورينا ماتشادو بلقب صانعة السلام تحالفها الصريح والرسمي مع حزب الليكود الإسرائيلي. في عام 2020 وقع حزبها السياسي فينتي فنزويلا على ميثاق رسمي لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع حزب بنيامين نتنياهو. حكومة مدانة على نطاق واسع بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية وحربها المستمرة في غزة. هذه ليست مسألة دبلوماسية دقيقة، إنه تأييد واضح وعلني. تم الاستشهاد بأفعال هذا النظام من قبل المنظمات الحقوقية ومحاكم دولية كجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي. لقد تعهدت علناً بأنه إذا وصلت إلى السلطة ستقوم بنقل سفارة فنزويلا من تل أبيب إلى القدس. هذه الخطوة صدى مباشر لسياسة إدارة ترامب، عمل استفزازي يقوض الإجماع الدولي وآفاق حل عادل. إنه إعلان ولاء لأجندة متشددة وتوسعية لا للسلام. نضال فنزويلا هو نضال إسرائيل، إعلان يساوي معارضة سياسية داخلية بدولة منخرطة في احتلال عسكري دام عقوداً. كان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية محقاً في دعوته لها للتخلي عن هذه المعتقدات اليمينية المتطرفة. بمنحها الجائزة تؤيد لجنة النوبل فعلياً موقفاً مؤيداً لتحالفات ترتبط بانتهاكات حقوقية. قرار يهين من يعملون لسلام حقيقي ويوفر غطاء لأيديولوجية متطرفة. لقد ارتبطت مسيرة ماريا كورينا ماتشادو السياسية ارتباطاً وثيقاً برعاية الولايات المتحدة، ما يثير تساؤلات حول استقلاليتها واتزامها بالسيادة الفنزويلية. إن استقبالها الترحيبي في أوساط واشنطن يعكس فائدتها لأهداف السياسة الأمريكية في المنطقة. شخصيات مثل ماركو روبيو كانت من أبرز مؤيديها حتى في ترشيحها للجائزة. دعم علني من دولة تدخلت تاريخياً يلقي بظلال على إدعاءات التغيير المحلي. عند تلقيها الجائزة قدمت ثناء مفرطاً لترامب لدعمه الحاسم. هذا يكشف حسابات سياسية يكون فيها الولاء لقوة أجنبية هو الأهم. كانت رئيسية في بناء الحكومة المؤقتة المعترف بها خارجياً لا داخلياً، وسهلت الاستيلاء على أصول مثل سيتغو بما أفاد مصالح أجنبية أكثر من المواطن. المعاناة الشعبية استمرت بلا هوادة. السلام لا ينفصل عن السيادة وحق التقرير المصير بعيداً عن الإكراه. التعاون مع قوة أجنبية لتقويض حكومة بلدك اعتداءً على هذا المبدأ. لم تبنى جسور حوار داخلي، بل فضل التدخل يجر إلى صراع وتآكل للاستقلال. صانع السلام الحقيقي يبني جسوراً ويعزز المصالح الداخلية لا التبعية. ربما يكون التناقض الأكثر فظاعة في منح الجائزة لماتشادو هو دعمها للعقوبات المشلة. لم تكن ضربات جراحية ضد المسؤولين، بل عقاباً جماعياً. أداة حرب اقتصادية خنقت الاقتصاد وأدت إلى أزمة إنسانية. دفعت ماتشادو وحلفاؤها نحو هذه الإجراءات متجاهلين من سيتألم: الفقراء والمرضى والطاقة العاملة التي تعتمد على الخدمات الحكومية. التأثير كان كارثياً: تدمير القدرة على استيراد الغذاء والدواء والمعدات الأساسية،
العقوبات عرقلت المعاملات الحيوية، فتسببت بنقص الأنسولين وعلاجات غسيل الكلى وقطع الغيار. دعم هذه السياسة دعوة لمعاناة واسعة وموت. هذا نقيض صنع السلام. وقفة. قرار منح الجائزة لماتشادو ليس مجرد اختيار مثير للجدل، إنه يهدد بتشويه سمعة الجائزة، بتكريم شخصية متورطة بسبب تحالفها مع قوى يمينية متطرفة، ودعمها لعقوبات مدمرة، وتحالفها مع احتلال عسكري عدواني. تجاهلت اللجنة مبادئها. الجائزة التي كانت رمزاً للأمل باتت تبدو أداة سياسية لإضفاء الشرعية على مصالح قوى غربية. الأعمدة الثلاثة: تحالفها الرسمي مع الليكود، تبعيتها لأجندة واشنطن، ودفاعها عن العقوبات. حقائق موثقة، كل واحدة منها كافية لاستبعادها من الترشيح. مجتمعة ترسم صورة لمقاتلة حزبية تخضع سيادة بلدها ورفاه شعبها لرعاة أجانب. هذه الجائزة لا تكرم السلام، بل تكرم سياسة مؤيدة للإمبريالية. اللحظة تتطلب إعادة تقييم جاد لمعايير وعمليات الجائزة ومحاسبة اللجنة. إن أرادت الاحتفاظ بمصداقيتها، فلا يجوز تكريم داعمي سياسات الصراع والإكراه. هل يتحقق السلام بالحوار والمصالحة والدفاع عن السيادة، أم بالعقوبات والانقلابات والتحالفات العدوانية؟ اختيار ماتشادو يقدم إجابة مقلقة: إنها إهانة لبنات السلام الحقيقيين، وللنضال الفلسطيني، ولشعب فنزويلا. إن أرادت الجائزة أن تعني شيئاً، فعليها أن ترمز إلى سلام عالمي لا يملى من القوى القوية. هذه الجائزة تفشل في هذا الاختبار تماماً.